صباح الخير. انا جيت اتحملت كتير بس ما تقدرتش، تعبت واستحملت، وعلى الرغم من كده ما شكرونيش ولا غيروا من سوء تصرفهم. مع الاسف مش هيتغيروا لسبب بسيط، احنا كبني ادمين بنتعود. لو انا اتعودت ان في شخص بتعدى حدودي معاه وهو بيسكت، بقى هو ده العادي، بقى هو ده الطبيعي، بقى هو ده الاساسي في العلاقه، فبالتالي ما نجيش بعد كده نشتكي. المشكلة ان احنا اللي بنعود اللي قدامنا، ومن ضمن المفارقات البشرية ان انا مستنية ان بعد ما عودت اللي قدامي ان هو يتعدى حدودي وان هو يهني وان هو يأذيني، ان هو قيس فجأة سبحانك يا رب هيتغير وهيبدأ ان هو يحترمني ويوقف اللي هو بيعمله. طب هو ليه مش بيعمل كده معايا على الرغم ان هو بيحترم حدود الناس التانية، او دايما ما بيأذيش الناس التانية زي ما بيأذيني؟ عشان هم وقفوه، عشان هم قالوا لأ، عشان هم قالوا ان دي حدودنا. طول ما انا مش بتكلم على حدودي انا بالظبط بسيبها مستباحة، كأني بالظبط بستحمل عشان اتقبل وجودهم. كام مرة اتكلمنا اللي هو طب ما تتكلم، خد اكشن، اعمل حاجة، طلع الشخص ده من حياتك او وقف اللي هو بيعمله. ما انا لو اتكلمت هيزعلوا وهيبعدوا. يبقى انا كده اللي بدفع من كرامتي وبدفع من حدودي مقابل ان الشخص ده يكون موجود، وبعدها بنرجع نغضب. المشكلة ان احنا في العلاقات بنوصل لمرحلة من الغضب والانتقام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هفضل انا مستحملة 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 مستحملة، وفي الاخر بننفجر. طب ما هو احنا كان ممكن نرجع سنة وان البشر وحشين وان ما بيتمرش فيهم وان ما حدش بيتمر فيه، وعملت كل ده وما تمرش فيه واديت واستحملت، وفي الاخر ما نفعش معاهم. هما ازاي ما قدرونيش بالمنظر ده؟ هما ازاي ما شافوش اللي انا بعمله؟ عشان احنا ما اتكلمناش اصلا، وبعدها بنرجع نتضايق ونغضب ويكون في طاقة انتقام. وبالعكس، ليه الدنيا مش عادلة بالمنظر ده؟ بالراحة، ممكن نرجع قبلها ونتعلم احنا نحط حدودنا. احنا محتاجين نطلع من الجزئية بتاعت ان الشخص اللي هيجي ينقذنا، او ان انا مستني الحد اللي هيجي مرة واحدة ويقلب لي حياتي جنة. محتاجين نتحمل مسؤولية حياتنا. لو في حد بيأذيني انا اللي محتاجة اقول لأ، انا اللي محتاجة اوقف الشخص ده عند حده، انا اللي محتاجة اعود اللي حواليا ازاي يحترموني، ازاي يعاملوني كويس، ازاي يحترموا حدودي. لكن مش هاجي مرة واحدة واقول لأ. لو ابسط مثال، لو شخص هو كل ما نتقابل بيديني هدية معينة وانا كل مرة بقبلها، لو جيت في يوم وقلت له انا ما بحبش الهدية دي، انت ازاي ما جبتليش هدية تانية؟ طب ما انتي ما اتكلمتيش، ما اتكلمناش وقلنا احنا عايزين ايه. طيب اتكلمت بس ما جابوليش حاجه، خلاص سيب الشخص ده وامشي. ليه بنفضل مصممين ان الشخص ده هو اللي هيجيب لي الحاجه دي؟ مش هو اللي هيجيبها، هو مش عايز يجيبها بس هو بيديها لناس تانية، هو حر. هو بكل بساطه الشخص ده مش هيديني الحاجه دي. يبقى ليه نفضل واقفين عمالين ندق على باب ومستنيين ان الشخص يتغير، وقيس فجأة سبحانك يا رب هيدرك وان هو وحي هينزل عليه من السماء وهيبقى ملاك، او هيتغير او هيديني اللي انا عايزاه؟ طب ما هو ألم تكن أرض الله واسعة؟ ما ندور في ناس تانية كتير، وتلاقي ناس اوبشنز كتير ان احنا ناخد الحاجة دي من ناس تانية، ناخد حب، ناخد احترام، ناخد تقدير، ناخد تشجيع. وعلى الرغم من كده احنا مستنيينها من الشخص ده، واقفين ومستنيين من الشخص ده ان هو اصله هيحترمني، اصله هيقدرني في يوم. مش هيحصل. لما احنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لما احنا نتغير ونتعلم نحط حدودنا ونتعلم نقول لأ ونتعلم نوقف اللي بيتعدى حدودنا عند حده، هنا هيبدأ هو كمان يتغير. حابب يتغير ويفضل في حياتنا اهلا وسهلا، مش حابب يتغير هو حر، يبقى بيفوت جنبه. صباحكم فل ويومكم حلو.